İsrail ve avaneleri planladıkları bu oyunun başlarına neler getireceğini anlayacaklardır. Mel'un Trump ve Netanyahu rüzgar ekmiş olabilir. Ama şu değişmez bir hakikattir ki fırtına biçeceklerdir. Takbir! Takbir! Evet, şurada Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti'nin düzenlediği Kudüs Bizimdir mitingine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geli torunun Selahaddin Şeyh Said. İro evciva kahan ve bebe bomba ul serseri zalimin siyonist ve emperyalist de bitake inşallah. Levra carekidin derdi ümmeti u derdi aksa mübarek liser pişta ve khadiye mazlumu mustazafaye. Em bawerin ev civaka li Ahmedê, li Sakarya, li İstanbul, li Kahire, li Şamê, li Tehranê, li Bagdadê û li temamê welatên İslamê wê bibe wesîla ittifaka ümmetê. Hîle û desîsê Trump û Netanyahu wê li wan bibe tofan wan têxe binê cehennemê inşallah. Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için ben Hafız Ömer Akgül'ü huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.